منتخبنا بلا منافس في الشوط الأول تقدم على بوروندي بهدفي جدو وأحمد علي وأداء هادئ في نصف مباراة. كابتن شاذلي، يعني الواضح أن منتخبنا يعني بيلعب المباراة بدون منافس حقيقي. هل مباراة بهذه المواصفات يمكن أن نستفيد منها؟ لا طبعا بالشكل ده مش هنستفيد منها، لأن احنا لاعبتنا اعتبروا المباراة خلصت بعد 10 دقائق بعد ما احرزنا هدف في الدقيقة الأولى وهدف في الدقيقة 9 وقت النتيجة 2-0. تغير الحال وتبدل تماما بالنسبة لنا، مش بالنسبة للفريق بوروندي المتواضع المستوى من كل الوجوه. يعني بالعكس، احنا مباراة زي دي كنا المفروض نستفيد بيها، او اللعيبة اللي بتلعب اللي أول مرة بيشتركوا زي عبد الله السعيد، زي أحمد علي، زي حسام غالي أول مرة، زي عمرو السولية، الناس اللي بادئه، يعني اللقاءات اللي بقى لها كتير ما لعبتش. احمد عيد عبد الملك السداسي اللي قدام الامامي، يعني كان لازم يعني يدوسوا على الفرقه اكتر من كده، لان المنافس تعبان وضعيف جدا. لكن احنا اللي ادينا له الفرصه بعد ما جبنا الجولين، رجعنا وحصل البطء وحصل التراخي والباصات العرضيه والباصه لورا، ونسينا خالص ان احنا ممكن نجيب في حارس مرمى بيعتبر نكته اللقاء. حارس مرمى بوروندي بيطلع بيجلي وبيقلش وبيعمل حاجات، يعني نشوف حاجات. بص يا كابتن، بص مش ممكن يا كابتن، نجم الشوط الاول او نكته الشوط الاول هو يعني عمل حاجات، حاجه جميله، حاجات الناس حاجات جديده برضه الناس بتستمتع بيها يعني. فاحنا يعني المفروض لو قرصنا بعد ال10 دقائق دول 10 دقائق تاني كنا غلبناهم 6-7 والماتش بقى هو تقسيمه يعني من وجهه نظرنا، يعني ان مصر بتلعب. بص الجون، بص مش ممكن يا كابتن، مش ممكن يعني. ده يعني اقول ايه، يعني لازم يلبس جلابيه ولا ايه، مش فاهم يعني. بص يا كابتن علي، بص الهدف الاولاني هتفوت من برجليه، بص معلش يا جماعه، حارس رغم انفه لا يعني حاجه. فطبعا حارس بهذا المنظر مش محتاجه دقه في الشوط، مش محتاجه دقه في الاوفر، يعني على قد ما اقدر اشوط، على قد ما العب كرات عرضيه علشان استفاد من مستوى الحارس. كابتن علي، يعني هل من الافضل للجهاز الفني انه يحافظ على التشكيله دي بحيث انها تاخد الفرصه كامله، ولا يبقى في تغييرات وبالتالي نعيد الكره ويبقى كل مباراه بتشكيله جديده؟ هي من مزايا الماتش النهارده، اذا كانوا هناك مزايا انك تقدر تكسب اللعيبه بتاعتك القدره التهديفيه، بمعنى ان اللي بعيد عن حظه عن التهديف يقدر يلعب الماتش ده، لانه يقدر يجيب جوال في الماتش ده ترجع له تاني ذاكره التهديف. دي بيبص عليها غلط، ده بص عليها يعني راح بص عليها في اتجاه ويعني هي يعني الحقيقه صعبه. هو اكيد الحارس الاساسي ما جاش، يعني ما كانش موجود، ويمكن ده لعب لانه حقيقه بعيد تماما حتى في الوقفه. سيبك من في وقفه لا بس دي صدق كويس، دي كان كويس، عينه كان معاها. بس عايز اقول ان انت تستثمر الكلام ده كابتن طاهر. يعني النهارده لما تيجي تتكلم انت الفريق متواضع، طب انت هات 5 تجوان وهات 6 تجوان والعب، واللعيبه اللي هي شوف برضو الهدف الحقيقه الحارس مرمى طالع بسرعه، الراجل طالع برضه طلع، بس طلع مش في ميعاده، طالع مطمئن، طلع في ميعاد تاني بعد ما كنت بس طلع الراجل. انا عايز اقول حاجه يا كابتن طارق، فرص النهارده ان احمد علي واحمد عيد وعبد الله السعيد كل الناس دي تجيب جوال بس يعني كابتن شاذلي الراجل طلع يا كابتن طلع فين؟ ده طالع ايه؟ طالع يمسك ايه يعني؟ لا طالع على الكوره ولا بص على الكوره ولا بص على الخصم زي الكره الاولانيه اللي مسكها فاتت من برجليه. يعني فرصه زي ما بيقول الكابتن علي ان حارس زي ده بيلعب، ان عمرو السوليه، كل الناس ان حسام غالي اشوط والعب بالعرض واشوط، استفيد من المباراه دي فرصه. يعني حارس مرمى بالشكل ده ان انا ما يستكفيش بجولين، الهدف قليل عليه قوي جولين ادي. والمدافعين بعد ما بيعدي الراجل وبيلعب الكوره، رؤيه من حسام غالي جميله، وبرده جميله من احمد علي نظر على الكوره كويس جدا، ده صحيح، وحط الكوره كويسه. يعني المفروض تستغل الحاجات دي، تجيب جول، رجليك تمشي على الجول. كابتن علي مع تغييرات جديده في الشوط الثاني. انا طبعا طبعا. ليه؟ لان ادي فرصه ثانيه للناس ثانيه تسجل، وكل الناس تاخد الثقه في وتاخد الثقه. ما هو ده ماتش ده تاخد فيه ثقه. اللي ما بيجيبش يجيب، اللي ما بيلعبش كويس هيلعب كويس، لان انت النهارده بترجع اللعيبه بالذات اللي هي مخضرمه، وممكن تعود في مباراه زي دي بشكل الحساسيه بتاعتها التهديفيه تبقى موجوده. مهم جدا يا كابتن طاهر تستفيد من لقاء النهارده، حتى لو كان المستوى زي ما احنا شايفين بعيد وضعيف، لكن انت تستثمره واستغله لصالحك. تلعب كوره اسرع من كده، تلعب كوره وتسدد. احنا ما شطناش على الجول كتير، يعني انت المفروض تشوط على الجول كتير، تلعب على الاطراف كتير، تستثمر الكلام ده كله.
تمام. كابتن شاذلي، ايه اللي ممكن نعمله في الشوط الثاني عشان الاستفاده تبقى كامله بغض النظر عن يعني تواضع مستوى المنافس؟ لا، هو في يعني لعيبه عندنا بعد ما احرزنا هدفين حصل تكاسل بالنسبه لهم، فاحنا لازم ننزل مجموعه ثانيه يعني يبقى عندها الحماس وعندها انها ممكن تزود النتيجه، وده مهم قوي في الكوره، ان انا ما دام عندي فرصه للتغيير بغير النجوم اللي ما لعبوش. يعني مثلا عندي ابو تريكه، عندي شيكابالا، عندي السيد حمدي، هذا الثالوث وليد سليمان يعني الاول الثالوث ده لازم يلعب، لازم يشترك، علشان فرصه ان المباراه سهله زي دي يبقى حيويه المباراه موجوده، يبقى نفسيه جاهزه ان انا بنزل بزود المكسب بدل 3 يبقى 4 و5، او العب كويس يعني استعيد الثقه تاني، وفي نفس الوقت ان انا ما افقدش لياقه المباريات، يعني ما غيبش ال 90 دقيقه كلها. اديني غبت شوط، انزل الشوط الثاني لما يبقى فيه ابو تريكه، لما يبقى فيه سيد حمدي، لما يبقى فيه شيكابالا، بيبقى وممكن حسني عبد الرب، ولو ان حسني يبعد علشان يعني هو فجاه بيلعب ماتشين 3 ورا بعض، فان انا بريحه النهارده دي بتحسب يعني. لكن انا بتكلم على شيكابالا، بتكلم على ابو تريكه، بتكلم على السيد حمدي، اذا كان ما فيش اي اصابات بالنسبه لهم لازم يشتركوا في اللقاء. عموما الواضح من خلال اللحظات الاخيره من الشوط الاول ان في عدد كبير من التغييرات اعتقد انه هيتم الدفع بيها في الشوط الثاني. ايه اللي ممكن يحصل في الشوط الثاني بعد ان انتهت المباراه تماما وبقى فريق بوروندي بلا اهداف؟ ايه اللي ممكن يتغير وايه اللي احنا محتاجينه في الشوط الثاني؟ ده اللي هنعرفه مع نجومنا بعد الفاصل. حارس بوروندي يفتح الطريق أمام المنتخب المصري والدفاع المصري بلا اختبار حقيقي. كابتن علي، في الحقيقة يعني بوروندي خرج من البطولة بيلعب بلا أهداف. منتخبنا الوطني هل يلعب في الشوط الثاني لإحراز مزيد من الأهداف ولا يركز على الجوانب الفنية وضبط إيقاع الدفاع والوسط والهجوم؟ ايه الهدف اللي المفروض؟ الهدف طبعا كل ده يا كابتن اللي انت قلته، يعني ما كل ده ماشي مع بعضه، ان انا اضبط الناحيه الدفاعيه، ان انا ادي بشكل اسرع كوره، وبالتالي هتترجم كل الكلام ده لو اتعمل هيترجم لاهداف، لانه برضو الهدفين اللي احنا جبناهم ساعدنا فيهم حارس المرمى الى حد بعيد، يعني ما نقدرش نقول ان احنا لا، كان في مساعده من حارس المرمى ولحد بعيد. احنا بقى مطلوب ان احنا يبقى زي ما يمكن الكابتن شاذلي بيتكلم على ان في بعض اللعيبه ريحوا بعد الهدفين. انت المفروض ليك دوافع شخصيه، عايز تثبت وجودك في المنتخب، عايز تقول انا موجود، عايز تقول فماتش زي ده لازم تجيب لك 3 4 اجوال. مش هيبقى في فرصه احلى من كده، مش هيلاقي فرصه احسن من كده، ولا هيلاقي حارس مرمى احلى من كده يعني. فبالتالي كان لازم تعبر عن نفسك بشكل افضل، حتى لو كان يعني عمليه الاسترخاء ده مش ملهاش معنى، لان انت المفروض عندك دوافع فرديه، عايز تبقى في المنتخب، عايز تجيب جول واثنين وثلاثه. النهارده مطالب المنتخب انه في الشوط الثاني يلعب كره اسرع من كده، يلعب يجيب اهداف اكتر من كده، ويكتسب الثقه كبيره في مباراه زي دي. يعني لازم الماتش زي ده استفيد منه بان انا اكسب لعيبه الثقه، ان انا اجيب جوال كتير، انما اللعيبه اللي هدافه اللي بعيده شويه ممكن ترجع تاني لحاسه التهديف. هو ده اللي تستثمره في مباراه زي دي. طب كابتن شاذلي، برضو عايزين نروح لابعد من كده ونقول ان احيانا حاله المنافس بتاخدنا لهذا المستوى، يعني ما بيبقاش العبء علينا او تحميل المسؤوليه كامله علينا. بقول لك ان المنافس الضعيف احيانا بياخد الفرق الكبيره وينزل بيها، عكس منتخبنا الوطني لما بيلعب فرق من العيار الثقيل بيجاريها وبيظهر وكانه عملاق مش منتخب عادي. هل ده ممكن يكون عذر ولا دي حاله منتخبنا الوطني؟ لا، هو دي حاله اللاعب المصري. اللاعب المصري دايما في المباريات السهله لما بيجيب اجوال بدري بتجيله حاله يعني راحه باسترخاء، وده خطر جدا. في 3 حاجات المفروض كان في الشوط الاولاني يحصلوا، يعني اثبات الوجود بالنسبه للاعبين اللي ما اشتركوش قبل كده، اللي هي الناحيه الفرديه اللي قالها كابتن الفرديه بالنسبه للاعيبه الفرديين اللي اشتركوا لاول مره. لازم فرصه ان انا زي مباراه تنزانيا، فرصه ان انا قدامي فرق زي دي استفيد منها، اجيب جول واجيب 2 واقول للناس انا موجود. الناحيه الثانيه طبعا استغلال ضعف المنافس، ده الجول الثاني طبعا اللي اتلعب، دي تمريره حسام غالي الجميله جدا، اللي الربط الجميل والحارس المرمى، وفي تحرك كان جميل من احمد علي طبعا. الربط بين الاثنين واضح جدا، ودي دي الاستفاده من اللقاءات. يعني بص، الراجل ماسك الكوره وباصص، واحمد علي بيقول له حطها لي في الحته الفاضيه. يعني طبعا السيرد باك واقف مش هنا بتاع بوروندي، الجول ساب الجول وطلع. يعني الاول الديناميكيه بتاعت الحركه هنا زي ما جابها لنا المخرج جميله جدا، بمعنى لو رجعها من اول من دقيقه من ثانيه الكره اللي قبلها ورجعها تاني
رجعها تاني. معلش مش مشكله. معلش ماشي. انا بوري الحركه، هنا الحركه من غير كوره. هنا مقفوله. لا انا بتكلم على اللعيب بتاع رجع مصر، عشان يفتح الملعب تاني. بتكلم اللعيب بتاع مصر اللي لف وراح ناحيه الشمال، فجذب كل المدافعين معاه ورجعت لحسام غالي عشان يربط بينه وبين احمد علي، واتلعبت جميله جدا، مكان ما بين الاثنين مدافعين مميز برضه. جدا. وطبعا المدافع بتاع بوروندي ملوش دعوه بالمان تو مان ايه، هو باصص على الكوره بس. وبعدين الجمال بقى في حارس المرمى اللي طالع جاري بيقول له ايه، حطها في الجول. لكن الربط بين حسني عبد ربه، حسام غالي واحمد علي مميز جدا وجول جميل يعني. انما الشوط الثاني بينتظر يعني شكل مختلف. انا مش مع المقوله يا كابتن ان الفرق التعبانه تشدك لمستوى، بالعكس الفرق الثقيله هي اللي تفرض اسلوبها. فاعتقد ان انت لازم تفرض اسلوبك ولازم تستثمر الكلام ده ولازم تعبر عن نفسك في الشوط الثاني. المنتخب يسجل هدفين في الشوط الاول، فهل يضيف المزيد من الاهداف في الشوط الثاني؟ الى ملعب المباراه والعوده بعد نهايه اللقاء.